مش هقول جريمة قتل، ده جرايم قتل. خلي بالكم احنا بنحكي حاجات والله حاجة تكسف، حاجة تكسف. في اللي كسر ايده وكسر رجله والحاجات دي فكة. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة، اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيده، وأن العقاب واقع لا محالة. تعالوا نشوف الجريمة دي اللي تمت بقرية اسمها قرية قرعان. قرية كبيرة اسمها قرية قرعان، مركز جرجة، محافظة سوهاج. ايه اللي حصل في القرية دي؟ بيت او عيلة كبيرة موجودة في القرية دي متجوزين بقى. احنا في الصعيد يا جماعة عشان تبقوا عارفين بيفضلوا دايما يتجوزوا من بعض. يقول لك بنت فلان احنا اولى بيها، تروح لبيت فلان ليه؟ تروح لعيلة فلان ليه؟ احنا ما عندنا الشباب، ايه اللي يخلي بناتنا يروحوا عيلة تانية؟ ده شيء على فكرة زي ما في وقت من الاوقات البنت بتتحجز لابن عمها، دي حاجات بتبقى متوارثة. بنتنا احنا اللي مربيينها على ايدينا وعارفين اخلاقها وعارفين ابوها وعارفين امها ومتربيه في فلسطين، ايه اللي يخلي الغريب يجي ياخدها؟ مفيش رجاله وشباب عندنا عايزين يتجوزوا؟ لا، احنا اولى بيها. فالبنت متجوزه من ابناء عمومتها، يعني من نفس العيله. يبقى العيله الكبيره دي فيها بنت متجوزه من نفس العيله من ابن عمها، متجوزين وعايشين والدنيا جميله مفيش مشكله خالص. اما جرائم، مش هقول جريمه قتل، ده جرائم قتل تمت بسبب البنت دي. ليه؟ ده متجوزه من نفس العيله، ليه جرائم قتل؟ ليه؟ واطفال يموتوا ليه؟ وستات يتذبحوا ليه؟ ورجاله تموت غدر ليه؟ عشان خاطر ايه؟ نسمع القصه. الجريمه اللي حصلت في قريه قرعان، مركز جرجة، محافظة سوهاج. الست دي متجوزة من أبناء عمومتها يعني ابن عمها، وقاعدة في بيت هي ورثاه. في خلاف حصل بينها وبين جوزها، خلاف حصل بينها وبين جوزها. مش هنقول ضربوا بعض وقتلوا بعض عشان خلاف، لا، خلاف بين اتنين متجوزين، بين الراجل وبين مراته. خلي بالكم ده ولاد عمومه، هو ليه اب وام وجرايب، وهي ليها اب وام وجرايب، لكن في الاول وفي الاخر كلهم ايه؟ عيله واحده. استمرت الخلافات على البيت اللي هي عايشه فيه مع جوزها، في مناوشات وخلافات بينها وبين جوزها. الموضوع في حد ذاته عايشين مع بعض والدنيا مفيش مشكله. الست دي جالها مرض، ما استمرتش كتير ماتت. خلاص ندموا في الميكروفونات في قرية قرعان، مركز جرجة، محافظة سوهاج. الست فلان الفلانية البقاء والدوام لله، توفيت لرحمة الله فلانة الفلانية. أول ما جه الخبر أهلها، ده بنتهم، والزوج أهله واقفين مع ابنهم، ده مراته ماتت. الزوج جاي مين؟ جايب المغسله. خلي بالكم احنا بنحكي في حاجات والله حاجه تكسف، حاجه تكسف. الزوج مراته ميته على سريره في بيته اللي هو بيت مراته، جايب المغسله وجايب الكفن وجايب كل حاجه عشان يغسلوها ويكفنوها. اهل البنت الماتت، اهل الزوجه، ابوها وامها واخواتها، جايبين المغسله وجايبين الكفن وجايبين مستشملات، كل مستلزمات الدفن علشان يدفن بنتهم.
وقفوا هنا المغسله هنا والمغسله هنا، انا اللي هغسل، والتانيه تقول لا ده هي تبع جوزها انا اللي هغسل. اهلها قال ده احنا اللي جايبين الكفن، جوزها قال لا ده انا اللي جايب الكفن. لا بنتنا هتدفن عندنا احنا، دي كانت عايشه معاك غصبانيه. هو قال لا تدفن عندي انا، دي مراتي وميته وهي على ذمتي وانا اللي ادفنها. اهل الزوج قالوا لا حرام ندفن واحده في ترابكم ومدافنكم وهي كرهاكم ومش عايزه تعيش معاكم، ولغايه اخر لحظه احنا اللي كنا حاكمين عليها تعيش معاك. رد الزوج وقال لهم لا، هي لو مش عاجبها العيشه وما كانش راضي على اللي بيحصل كانت سابت البيت وراحت عندكم وطلبت الطلاق. رد ابوها وقال لا ده انا اللي كنت برجعها غصب عنها تعيش عشان خاطر العيال، لكن هي كرهاك وكرهه عيشتك وكرهه عيلتك ومش عايزه تعيش معاك ولا يوم، الله يرحمها. خلوك احنا بنتكلم في موته والست لسه ميت على سريرها ونتيجه مرض، يعني مش هنقول جوزها اللي موتها، والخلافات دي قدام لا اله الا الله من الجيران وكله جايين علشان يحضروا غسلها ويتم دفنها. اهل الزوجه صعبان عليهم ويقول لك بنتنا كانت عايشه معاه غصبانيه واحنا كنا حاكمين عليها تعيش معاه بالعافيه، واحنا اللي كنا مخليناها غصب عنها ترضى بالعيشه واللي عايشينها، فحرام ندفنها مع ناس هي كرهاهم. وفي نفس الوقت بكره وبعده لما جوزها يموت يدفن معاه وهي كرهاه، يبقى حرام علينا عذبناها في الدنيا وهنعذبها في موتها لما ندفنها مع ناس هي كرهاهم. ناخد بنتنا ندفنها في مقابر اهلنا. ايه اللي حصل؟ واحد من العيله هنا راح مطلع فرد خرطوش قال عليا الطلاق لاخدها، والتاني جاب تدفع السلاح في بيتي طبعا عليا الطلاق ما حد مطلعها من هنا. ابتدى ضرب الشوم وضرب النار، 2 قتلى 5 مصابين، مش ناقص غير نقول و10 اسرى، يعني احنا وصلنا 2 اتقتلوا، 5 حالتهم صعبه في مستشفى الجامعه في سوهاج، مش ناقص غير نقول ان هم ده خدوا 3 اسرى من هنا ودول خدوا 2 اسرى. في ايه يا جماعه؟ يا جماعه الانسان لما بيموت، وانا مش شيخ، الانسان اللي بيموت بينقطع عمله في الدنيا في كل حاجه، ده العلاقه بينه وبين ربنا بس. اتدفن في، تخلي ان واحد اتدفن في اسرائيل، هل معنى كده اهو اتدفن في اكتر كيان لا اله الا الله بتكرهه، العالم كله بيكره الكيان ده. خلي ان واحد مسلم مات في وسط الناس الكفره دول، ايه هيموت متعذب؟ جرى يا جماعه، ما في مسلمين في روسيا وفي مسلمين في اسرائيل وفي مسلمين في اليونان وفي مسلمين في كل دول العالم، لما يموت في ارض كافره هيتعذب؟ ما سيبوها تدفن في جوزها ما دام ما طلقهاش. لا، ده ضرب نار، ده ضرب نار، الدنيا ولعت وسكاكين وشوف، حتى الستات كانت بتطلع بالسكاكين. تعالوا اقول لكم بقى مين اللي مات. محمود عنده 30 سنه، خد طلقه خرطوش في وشه ومات في الحال. 30 سنه محمود. طفل اسمه عبد الحميد 6 سنين، خد طلقه مات. المصابين بقى محمد حاله حرجه 28 سنه، عبد المحسن 65 سنه حاله حرجه، فاطمه 55 سنه حاله، الستات خلوا بالكم، فاطمه وسعاد وفتحيه وكلهم ايه 55 60 60، مش ناقص غير ان اقول اسرى. على طول اول ما وصل البلاغ بضرب النار واستخدام الشوم والسكاكين، امر مدير امن سوهاج الراجل المحترم بتوجيه فورا قوات الامن فضوا الخلاف والاشتباك، وللاسف هم بيت واحد عيله واحده بس امنعوا عموم. فض الخلاف، القبض على حائز الاسلحه والشوم والسكاكين، والاثنين اللي اتقتلوا الطب الشرعي، وال5 حالتهم حرجه في مستشفى سوهاج الجامعي. ليه؟ في وسط ده كله احنا نسينا يا ترى مين اللي دفن الست؟ انا نفسي لما بقول لهم يا جماعه مين اللي دفن الست؟ قالوا ست مين؟ من كتر ضرب النار والاصابات والاسعاف اللي قاعده تنجل، خلوا كانوا جبتوا الحالات الحرجه، في اللي كسر ايد وكسر رجل والحاجات دي فكه، يعني قطع ايد، كسر رجل، كسر حوض، دي ما تتحسبش. والله ما كان ناقص غير اسرى، يمسكوا اسرى على بعضهم. طب مين اللي دفن الست؟ لقيت كل الناس ايوه صحيح
مين اللي دفن الست اللي ماتت؟ طب هي حاليا دلوقتي في تراب اهاليها ولا في تراب اهل جوزها؟ نسينا الموضوع الرئيسي وانشغلنا في الفرعيات. هنقول ايه؟ يا رب لطفك لطفك يا رب، لله الامر من قبل ومن بعد. اشكرك.